لكم تحية عاطرة لجميع المتتبعين والمشاهدين، وكنشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات السابقة، وكألتمس منكم العذر لأن رداءة الصوت ورداءة الصورة، ولكن الغالب الله هادشي اللي عطا الله. حنا كنحاولوا نوصلوا لكم بعض المعلومات ونحاولوا ندافعوا على القضيه الوطنيه، ونحاولوا اننا ننميو حب الانتماء لهذا الوطن الحبيب. ولكن الامكانيات اللي عندنا هي هذه، قبلوا علينا باللي كان. المهم من بعد التحيه، انا كنوجه تحيه عاليه لكل المشاهدين الكرام، وارحب بكم جميعا هذا الفيديو اللي غادي يكون شويه مختلف على الفيديوهات السابقه. اليوم مشاهدينا الكرام غادي ناخذوا واحد استراحه من بعد هذا الاسبوع اللي داز مع ذاك الفلسطيني المتكبر، واعدكم اننا سنظل وراءه ووراء كل من سولت له نفسه الاساءه للمغرب وابنائه. اليوم عندنا لقاء خاص مع المجتمع الهكاوي، راكم عارفين شكون هو المجتمع الهكاوي. اليوم عندنا لقاء مع هاد الناس اللي رد على بعض المتطفلين اللي كيدخلوا عندي القناه وكيصدعونا بديك الاسطوانه المشروخه ديالهم، بوسبير، بواسيل الليلين، العبيد، الصهاينه، المطبعين. المهم كيدخلوا كيبرسطونا، وغادي نجاوبوهم واحد الفيديوهات باش نبينوا لهم شكون هما ونشوفوا الفئات، وغادي نديروا حاولت ندير واحد التجزئ، واحد التفيع على هذا المجتمع اللي كاين حدانا اللي جاورنا الله معاهم. غادي نحاولوا ننشطوا معاهم شويه. في الحقيقه راه الله نعم علينا بهذا الجوار. المهم في هذه الحلقه غادي تكون شويه ديال النشاط والترويج على النفس مع هذا الشعب هوكانستان. في هذه الحلقه غادي تشوفوا معايا 3 أو 4 اصناف او فصائل المكونه للشعب الجزائري. فكاين الصنف الاول هو صنف العقلاء وعندهم واحد الصنف الثاني اللي هو صنف الاغبياء والمهابيل، كما كنقولوا حنا هبيل. كاين شي وحدين يمكن تصنيفهم انه ناس هبيل، كتعرفوا معنى هبيل بالمغربيه اش كتعني. كاين الفصيل او الفصيله الثالثه او الصنف الثالث اللي هو صنف بويا عمر. كتعرفوا اشنو كيعني بويا عمر. وكاين واحد الصنف الاخر او الفصيله الرابعه ما زلت انا شخصيا ابحث عن التصنيف ديالها. ومن خلال هذا الفيديو كنوجه لكم المشاهدين الكرام، الى تكرمتوا تعاونوني باش نحدوا هذا الصنف، لاني لحد الان انا ما زلتش ما لقيتش كيفاش يمكن تصنيف او لا تصنيف هذا النوع هذا من الجزائريين. فلذلك ادعوكم لكتابه التعليق لمساعدتي على ايجاد تصنيف يليق بهم. ونخليكم دابا مع هذا الصنف الاول، وهو فرجه ممتعه. اليوم غادي نضحكوا شويه وغادي تمتعوا معنا. نتمنى ان الفيديو يلقى الى اعجابكم، وكما العاده كما جرت العاده نتمنى منكم البارطاج على اوسع نطاق، لان هاد الجزائريين كيتطاولوا بزاف على المغاربه وكيتطاولوا على الشعب المغربي وكيتطاولوا على صاحب الجلال الملك نصره الله. زعما صراحه انا راه واخا كنلقى بعض الجزائريين عقلاء، ولكن راه كاين الحقد دفين. نخليكم مع هذا الفيديو ونرجعوا من بعد. غادي نبداوها بواحد طرح سؤال على واحد جزائريه: واش كتفضلي تعيشي في المغرب ولا في الجزائر؟ انت مقيمه الان بفرنسا، واش كتفضلي انك تدخلي المغرب ولا تدخلي الجزائر؟ ما نكذبش عليكم الصراحه، انا اختاريت الماروك. نبغي بلادي نبغيها الجزائر، بصح ما نقدرش نعيش فيها. وعلاش لالا كتفضلي المغرب على الجزائر؟ واش ممكن تقول لنا علاش؟ شنو الفرق؟ ما فيهاش، تعرفاش ما نقدرش نعيش فيها. يعني نافار افيك لو ماروك، ما فيهاش لا باش نوصلوا للماروك قرون 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 قرون. خاطش حنا بلادي نفتخر بها، بصح باش نوصلوها زعما تنديروا كيفهم ونعيشوا كيفهم ونديروا كيفهم مستحيلات من المستحيلات.
ولكن بين قوسين عندهم الحكام تاعهم اللي طواغيت اللي عندهم طبع مع اسرائيل، ما دابهم يحطموا الامه الاسلاميه. نورمالمون الشعب المغربي نورمالمون يفيق من قبل، ماشي حتى دوك رانا راهم في مرحله عويصه وصعبه. المؤخرا الاخر فيهم او يوجد رئيس فيهم قهروهم اولاد ديكتاتوريه. واش كتهضر من نيتك الكرغوري؟ والله تقتلتيني في الضحك. من نيتك كتهضر. ايوا كنصحك هذا الفيديو راه موجه لك، خصك هذا الفيديو تسمعيه وتشوفيه. شوف هذه اختك شنو كتقول. ما عندناش الله غالب. هذه هي بلادنا، الله غالب، هذه هي بلادنا. راهم عايشين معيشه ضنكا كما يقولوا، مازالهم في العبوديه، مازال المخزن ديالهم يسيطر عليهم بامور، مازال الحكم ديالهم تقول راك في وقت الجاهليه مساكن والشر والجوع. تقول واش حنا في وقت الجاهليه؟ دابا دخلناكم الله شكون اللي في الجاهليه؟ واش شوف سمعي داش غايقول. الا بغيتي تعرفي الجاهليه هي عندكم. على الجواب ديالك من هنا انا كاع ما نجاوبك، والله ما نجاوبك. انتم غتدخلوا دابا الصيف الثاني. دابا شفنا داك الصنف الاول، ها الصنف الثاني غتشوفوه. هذا هو الصيف ديال المهابيل، صافي مودر مطيح الاوراق. بامكان الجزائر ان تصل الى القمر. ساصلكم الى القمر، المريخ، اورانوس. باش توصل يفو قرون باش نوصلوهم. دابا غندوزو المرحله الثالثه، غنشوفوا الصنف الثالث اللي هو صنف بويا عمر. هانتوما غتشوفوا العين. انا ترشح وغادي بالفوت ولا سون فوت. انا هو الرئيس تاع البلاد. تولي حتولي رئيس. امنت باللي انت صح حتولي رئيس. يا ودي روح وسعني ما تروح. لا فهم المرأة. انا واش تفهمي المرأة انت؟ واش تفهمي؟ قال لها المرأة مرتي والحمقى اختي. مالك اروحي هنا ومهبول يهب لك ربي. اما الان اخواني غير خليكم نتوما تصنفوا لي هذا خيلاء من اين اتى. بغيت انا نعرف، الله يجزيكم بخير. اللي ما خليو لي في التعليقات ديالكم شنو التصنيف ديال هذا الشخص هذا. والله ما عرفتو منين هي التصنيف ديالو لحد الان. انا باقي دايخ باش نقدر نصنف باش من فئه هذا. واش بويا عمر، واش المسطيين، واش الهبيل، واش مطيح الاوراق، واش الشار الفنيد ديال الهلواسه. ما عرفتوش هذا بوحدو. هذا عالم خور. قال لك سيدي امريكا طلبوه باش يولي رئيس عندهم. الشعب الامريكي يطالب بانني ان اكون رئيسا الان انني رئيس الامن الدولي، معناها قائد القوات العالميه. رساله من السماء، هي رساله من السماء.